السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض النوتيلا بطريقة سهلة جدا جدا ومقادير اقتصادية وطلع في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي بفكركم باللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. مقادير النوتيلا الاقتصادية الحلوة البسيطة دي: معايا كوباية من الزيت، طبعا زيت عباد شمس، كوباية من الحليب، كوباية سكر بودرة، 3 معالق كبيرة كاكاو خام يكون غامق، و4 معالق كبيرة لبن بودرة، وباكو نسكافيه بطعم البندق. ممكن لو عايزة تحطي باكوين حطي، أنا هنا حاطة باكو واحد، وباكو نسكويك اللي هو كاكاو الأطفال. يلا بينا نبدأ الطريقة. هجيب الخلاط بتاعي وانزل بكوباية الحليب، وانزل عليها كوباية السكر البودرة، وهضرب كويس جدا، وانزل الجوانب كده لو في حاجة في الخلاط مرفوعة لفوق انزلها معايا، وهضرب كويس جدا. هنزل بعد كده باكو نسكافيه بطعم البندق، واضرب برضو كويس جدا. حبايبي اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي دلوقتي ولسه ما اشتركوش في القناة ينزلوا ويشتركوا ويدعموني ويشجعوني، هيلاقوا وصفات حلوة قوي هتعجبهم. بعد كده هنزل ب4 معالق لبن بودرة، معالق كبيرة طبعا، وأقلب كده عشان لما تضربي ما يطلعش لفوق، وهضرب كويس قوي. بعد كده هنزل بباكو نسكويك، الباكو ده باكو صغير على فكرة، لو خدتيه بالمعلقة هتلاقيه 4 معالق برضو كبيرة زي اللبن البودرة، يعني لو عندك باكو كبير خدي منه 4 معالق كبيرة، وهضرب كويس جدا. بعد كده هنزل بالكاكاو الخام، وانا خليتها للاخر لانها بتدي الخليط قوام تقيل شويه، وتديها تقليبه كده وتنزلي الجوانب. تضربي برضو كويس جدا عشان المقادير كلها تختلط ببعضها. اشوف الكاكاو اديتها قوام تقيل ازاي. اخر حاجه هنزل بيها الزيت، تنزلي بيه سرسوب رفيع كده، ما تنزليش بيه دفعه واحده، وهو الخلاط شغال هتلاقيها اخدت قوام تقيل. كده خلاص انا نزلت الزيت كله، شوفي جمالها وشوفي اللون والشكل. هاجي بقى اصبها في برطمانات نضيفه ومعقمه طبعا، شوفي قوامها ولمعتها، ولسه كمان لما تحطيها في التلاجة هتاخد قوام تاني خالص. وانا عملت معاكم النوتيلا دي قبل كده، وعملتها كمان بطريقه تانية بالحليب المكثف المحلى. هسيب لكم طريقه الحليب المكثف المحلى في صندوق الوصف، بس الطريقه دي في حبايب كتير طلبوها مني فحبيت اصورها تاني معاكم. شوفوا عملت لي كميه نوتيلا قد ايه، حلوه جدا جدا. وطبعا بنستخدمها في كتير في البيت، في الحلويات، في سندوتشات. بصي قوامها حلو قوي قوي. طبعا هنا بعد ما حطيتها في التلاجة وطلعتها، شوفي قد ايه حلوه. شوفي بقى انتي بتشتري البرطمان ده بكام، عملت لي برطمانين حلوين، حلوه قوي قوي، واخده قوام جميل جدا. جربي يلا النوتيلا بالطريقه الاقتصاديه البسيطه دي وفرحي ولادك، هيعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا اصحابكم الفيديو بالهنا والشفا.